فيلمنا بيبدأ بعصابة مسلحة واقفين بعربيتهم قدام البنك اللي هيقتحموه، وبيكون اللي سايق العربية اللي موجود فيها العصابة شاب اسمه بيبي، واللي أول ما تشوفه تعرف من شكله إن هو مسالم وهادي برغم شغله مع العصابات الخطيرة. وبيشغل بيبو أغنية جديدة بيسمعها في نفس الوقت اللي بتخرج فيه العصابة تنفذ مهمتها. وبعد دقايق بيتحرك بيبي وبيوصل قدام البنك في نفس وقت خروج العصابة بعد ما سرقت البنك. ومن هنا بتبدأ مهمة بيبي، وهو إنه يهرب بالعصابة من الشرطة بدون اي اثر او دليل. وبيبدا بيبي في الهروب من الشرطه وبيتحرك في الشوارع بسرعه بكل احترافيه، وكانه حافظ كل تحركات الشرطه برغم السماعات والموسيقى العاليه اللي بيسمعها، الا انه بيفلت من الشرطه برغم كل محاولاتهم انهم يمسكوهم. وبيوصل لجراج بعيد عن الشرطه، وهناك بتبدل العصابه العربيه اللي كانت بتهرب بيها، وبيكملوا طريقهم لمخبأ العصابه. وبيروح بيبي يشتري قهوه لكل افراد العصابه وبيرجع للمقر، وهناك بيقابل دوك رئيس العصابه، وهو بيقسم الفلوس بالتساوي على عدد العصابة. وبيتعصب واحد من العصابة لأن بيبي هياخد زيهم برغم إن حياته مش بتتعرض للخطر بنفس الطريقة اللي بيتعرضوا ليها، لكن دوك بيقوله إن بيبي مهمته زيهم بالظبط لأنهم من غيره ما كانوش هيقدروا يهربوا بأمان من الشرطة. وبيتنمر عليه نفس الشخص اللي هاجمه وبيوصفه بالأبكم لأنه قليل الكلام معاهم ولأنه دايما حاطط السماعات في ودنه وبيسمع الهنا طول الوقت. وبيقوله إن هو شبه المختلين العقليين وبيحاول يستفز بيبي بأي شكل، لكن بيبي بتكون أعصابه باردة جدا ومش بيرد عليه او بيديله اي رد فعل. وبعد ما بيمشي افراد كل العصابه بينزل بيبي مع دوك للجراج، وهناك بياخد دوك نصيبه ونصيب بيبي وبيديله منه مبلغ قليل كده، وبيقول له دوك انه خلاص دينه قرب يخلص وان المهمه الجايه هتكون الاخيره وهيكون كده سدد كل دينه. وبياخد من بيبي تليفونه وبيبدله بواحد جديد عشان يقدر يتواصل معاه. وبيرجع بيبي لبيته وبيكون مسجل كل كلام العصابه على مسجل صغير كده، وبيستخدم محادثاتهم وكلامهم وبيدمجهم مع الموسيقى. وبتكون هوايته ان هو يخترع اغاني وموسيقى جديده. وبيشوف في صندوق شريط بصوت امه، وقتها بيفتكر بيبي اخر ذكرياته مع امه لما كانوا في العربيه وكانت امه بتتخانق مع ابوه، وبسبب قله تركيزها بتخبط ام بيبي في عربيه قدامهم وبتعمل حادثه جامده جدا، واللي بيروح ضحيتها امه وابوه. ومش بيفضل غير بيبي، وبيفوق بيبي من ذكرياته وبيخرج يحضر الفطار لابوه بالتبني اللي عايش معاه في البيت واللي بيكون عاجز واصم. وبيشوف ابو بيبي في الاخبار صوره لشاب يشبه بيبي، وبيقرا ان هو مجرم ومطلوب التعرف عليه. وقتها بيسأل بيبي عن مصدر الفلوس اللي بيحوشها وبيكسبها من وقت للتاني، لكن بيبي بيتوه ومش بيديله إجابة على سؤاله. وتاني يوم بيصحى بيبي وبيروح لمطعم قريب من بيته، وهناك بيشوف بنت داخله للمطعم وهي بتغني بأغنية من أغانيه المفضلة، فبيسجل بيبي صوتها لأنه بيعجبه. وبتيجي البنت تسأل بيبي عن طلبه وبيعرف إنها بتشتغل في المطعم، وبتقف تهزر معاه وبتسأله عن سبب إن هو معاه مسجل، وبتعرف منه إن هو بيشتغل سواق وإن رئيسه وقت ما يكلمه هيمشي. وبيبان ان بيبي جاب بيها بسبب جمالها وطريقتها الجذابه. وبيفضل بيبي طول اليوم يفكر في البنت اللي شافها وهو بيغني الاغنيه اللي اسمها بتغنيها، واللي بيفصله هو صوت تليفونه وبيكون دوك اللي بيكلمه وبيبلغه ان في عمليه جديده. وبيوصل بيبي المقر العصابه وبيشوف افراد العصابه الجداد، وبيكون فيهم واحد اسمه باتس يتنمر على بيبي بسبب شكله وسنه الصغير واللي ما يدلش ان هو مجرم، لكن دوك بيقول له ان هو محترف جدا. وبيحكي له انه اول مره شاف فيها بيبي كان من 10 سنين، وبرغم صغر سن بيبي اللي كان صغير جدا وقتها الا انه قدر يسرق عربيه دوك اللي كان فيها اوراق مهمه وهرب من الشرطه اللي ما قدرتش تمسكه. ولكن بيقدر دوك ان هو يوصل له ويعرفه بنفسه وان هو مديون ليه بسبب الورق اللي ضيعه. ومن يومها وبيبي هو السواق الرئيسي اللي بينقذهم من كل عمليات السرقه، والفرد الوحيد الثابت في افراد العصابه اللي بيغيرها دوك في كل عمليه. ولما بيسال واحد عن سبب السماعات اللي دايما في ودن بيبي، بيرد دوك بان بيبي عنده مشكله في السمع من طفولته بسبب الحادثه، وان من يومها بيسمع مزيكا اغلب الوقت علشان يقلل صوت الطنين اللي بيسمعه في ودنه. وبيبدا دوك يشرح لهم الخطه وطريقه الدخول والهروب. وبعد ما بيخلص شرح بيقول باتس ان هو متاكد ان بيبي ما سمعش ولا كلمه بسبب انشغاله بالاغاني اللي بيسمعها، لكنهم بيتفاجئوا لما بيبي بيقول لهم كل كلمه قالها دوك في الخطه كانه حافظها بالظبط، لانه بيكون قادر ان هو يقرا الشفايف بدقه. وبيجي ميعاد العمليه وبيوصل لهم بيبي وبيستناهم عشان يهربوا. وبعد ما بتخلص عمليه السطو على البنك وبيركب المجرمين العربيه وبيطلبوا من بيبي يهرب بسرعه، لكن بيبي بيتوتر للحظات كده بسبب انه شاف ضابط مقتول قدامه، لكنه كان وقت كافي في ان يشوفهم الحارس ويطاردهم. وبيبدا بيبي في رحله الهروب منه، وبيقرر باتس ان هو يقتل الحارس، لكن بيبي بيتحرك بالعربيه بسرعه قبل ما يقتله. وفي النهايه بيهربوا بسلام من الحارس بعد ما بتكون عربيته اتقلبت. وبيقع من واحد من المجرمين سلاحه، واللي اكيد الشرطه هتقدر تتعرف على صاحبه من البصمات الموجوده عليه. ولما بتوصل
العصابة للمقر. بيقول بص البيبي ان هو واثق ان هو اتحرك بالعربية قاصد عشان يمنعه من قتل الحارس، لكنه بيقول انه وقت ما المشاعر تتدخل في شغلهم بتكون النهاية هي الموت. وبعد ما بينتهوا من تقسيم الفلوس بيقول دوك البيبي ان هو بكده سدد دينه ويقدر يوقف شغله معاه لو يحب، وبيديله حقه من العملية بعد ما بيقول له يتخلص من العربية، وده لان فيها جثة المجرم اللي وقع منه سلاحه. وبيروح بيبي يتخلص من العربية وهناك بيتخلص معاها من كل حاجة كانت بتربطه بدوك وعصابته، وبيقرر ان هو يروح للمطعم من تاني. وهناك بيشوف البنت اللي كان رايح علشانها وبيعرف انها بنت اسمها ديبرا لكنه ممكن يقول لها ديبي، وبيعرض عليها انهم يخرجوا بعد شغلها لانه خلاص ما بقاش يشتغل، وبتقول له انها ما عندهاش مانع لكنه هيجي معاها لشغلها التاني واللي بيكون عبارة عن مغسلة. وبيوافق بيبي وبيخرج معاها بعد شغلها في المطعم، وهناك بيتعرفوا على بعض اكتر. وبيعرف بيبي انها يتيمة شبهه بعد ما امها توفت بسبب المرض، وبتقول له ديبي انها بتتمنى يكون عندها عربية تتمشى بيها وسط المدينة وهي بتسمع مزيكا بصوت عالي. وبيعرض عليها بيبي انهم يخرجوا سوا في نهاية الاسبوع فبتوافق، وبيبدأ بيبي حياة طبيعية من غير مجرمين او هروب من الشرطة. وبيشتغل دليفري في مطعم بيتزا، وبيكون بيحب شغله جدا لانه بيعمل الحاجة اللي بيحبها وهي السواق. وفي نهاية الاسبوع بيجمع بيبي فلوس شغله وبيقرر ان هو يحقق بيها امنيات ديبي، وبيعدي عليها بعربية فخمة جدا بعد ما بيكون اجرها، وبيمشوا طول الطريق يسمعوا مزيكا بصوت عالي، وبيقضوا وقت سعيد سوا في مطعم راقي. ولكن بيقول لهم الجرسون ان حسابهم اتدافع من واحد من الموجودين في المطعم. وقتها بيشوف بيبي دوك قدامه وبيخرج ورا بيبي وبيسأله هل هو بيراقبه، وساعتها ما بينكرش دوك ان هو كان بيراقب بيبي وان هو عارف كل تحركاته. وبيقول له دوك ان هو محتاجه في مهمته اللي جايه لانه ما يقدرش يستغنى عنه او يثق في حد زي ما بيثق فيه. ولما بيبي بيرفض لانه مش حابب يكمل في سكه الاجرام بيهدده دوك ان هو هيأذي ابوه ده غير حبيبته اللي لسه متعرف عليها دوك. وقتها بيضطر بيبي ان هو يوافق وهو مجبر على كده، فبيقول له دوك ان هو هيعدي عليه الصبح. وبيوصل بيبي حبيبته للبيت لكنه بيكون متضايق شويه، وبيقول لها بيبي ان هو حاسس ان هو مش مناسب ليها، لكن وقتها بتعترف له ديبي بحبها وبتقول له انها بتحبه وعايزه تكمل معاه. وتاني يوم بيعدي دوك على بيبي وبياخده للبنك اللي هيسرقوه، وبيقول له يدخل يستكشف المكان ويعرف عدد الكاميرات، وبيقول له ياخد معاه ابن اخوه للتمويه. وبيدخل بيبي للبنك لكنه بيكون متوتر، فبيقدر الطفل اللي معاه ان هو يجمع كل المعلومات اللي قال عليها دوك وبيساعده. وبيتصل بيبي على ديبي في المطعم وبيطمن عليها وبيقول لها ان هو قريب جدا هيشتري ليها العربيه اللي بتتمناها ويمشوا من المدينه نهائي. وبعدها بيطلع دوك وبيبي على مقر العصابه. هناك بيشوف بيبي باتس واللي بيكون مشترك في العمليه الجديده، وبادي ومراته واللي بيكونوا اشتركوا مع بيبي في عمليه قبل كده. وبيعرض عليهم دوك الخطه اللي هيمشوا عليها في العمليه، ولكن عشان تنفيذ العمليه محتاجين اسلحه حديثه. فبيقول لهم دوك ان هو اتفق مع واحد من اصحابه ان هو يورد لهم الاسلحه اللي محتاجينها وانهم لازم يروحوا ياخدوا الاسلحه منه النهارده. وبعدها بيرجعوا على المقر من تاني وبيروحوا المقر عصابه الاسلحه وبيتفقوا على نوع السلاح اللي هيشتروه. ولكن فجاه بيقتل باتس زعيم العصابه، وده بيخلي باقي العصابه تبدا تضرب نار على باتس واللي معاه. وبرغم مفاجاه بادي ومراته من رد فعل باتس لكنهم بيضطروا انهم يقتلوا عصابه الاسلحه والا هم هيموتوا. اما بيبي فبيستخبى جنب العربيه وهو خايف بسبب ضرب النار المفاجئ. وبعد ما بيخلصوا على كل العصابه بيهربوا بالاسلحه، وبيتعصب بادي على باتس بسبب تصرفاته المتهوره، لكن باتس بيكون بارد تلاجة. وبيقول لي بيبي يقف عند المطعم لانه جعان، لكن بيبي بيرفض لانه بيكون نفس المطعم اللي بتشتغل فيه ديبي، ولكن بسبب اصرارهم فبيضطر يقف وهو متوتر. ولما بيدخلوا المطعم بيتعامل بيبي كانه ما يعرفهاش، وده لانه بيكون خايف عليها. وقتها بتفهم ديبي وبتتعامل معهم بنفس تعامله، ولما بيحاول باتس يقتلها بيمنعوا بيبي برغم انكاره ان هو يعرفها لما بيسالوا باتس. وبيخرجوا من المطعم وبيسيب لها بيبي مع الفلوس منديل مكتوب فيه انهم هيهربوا من المدينه الساعه 2 بالليل. ولما بيرجعوا لدوك بيقول لهم ان بعد كل عمليه بيتصل بيه رئيس العصابه وبيقول له ان العمليه تمت وان هو ما اتصلش لحد دلوقتي، فده معناه ان في كارثه حصلت. فبيقول له باتس ان رئيس العصابه كان ظابط، فبيقول له دوك ان هو كان عارف لكنه كان شغال لصالحهم. فبيبرر باتس تهوره وبيقول ان هو اضطر يقتلهم لانهم هدروا الاول وبداوا بضرب النار. ولما بيطلب شهاده بادي بيوافقوا الراي، فبيقول لهم دوك ان العمليه ملغيه وانهم لازم يهربوا لان في خلال 24 ساعه هيكونوا في خطر بسبب المجزره اللي عملوها. لكن باتس وبادي بيرفضوا ان العمليه تتلغي. ولما بيطلب دوك راي بيبي فبيقول لهم ان هو موافق يكمل العمليه لانه محتاج يرتاح. وبالليل بيصحى بيبي في الوقت اللي متفق يقابل فيه ديبي، وقبل ما يخرج بالعربيه من الجراج بيتفاجئ بوجود بادي قدامه وبيساله رايح فين، فبيكذب بيبي وبيقول ان هو رايح يشرب قهوه. ولكن بيلاقي باتس راكب جنبه وفي ايده مسجل بيبي اللي بيسجل بيه كل كلام العصابه. فبيتصدم بيبي ان
هو وصل لإيد باتس وبيحاول يفهمهم إنها مجرد هواية ليه إن هو يدمج الأصوات بالموسيقى، لكنهم بيشوفوا إن هو مجرد تبرير سخيف وبيضربوا باتس ضربة قوية بتخليه يغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقيهم قدروا يوصلوا لكل الشرايط اللي كانت في بيته وبيتخض بيبي على أبوه، لكن باتس بيقول إن هو ضربه لكن ما موتوش. وبيتأكد دوك من كلام بيبي إنها مجرد هواية وبيسمعوا شريط بصوت ديبي، وبيعرف بودي وباتس إنها جاسونة المطعم اللي أنكر بيبي إنه يعرفها. وبيرفض دوك إن بيبي يكمل العملية معاهم وبيقول لهم يرموه بره، لكن بيبي بيرفض وبيصمم إن هو يكمل العملية عشان يقدر ياخد نصيبه منها، وبعدها هيمشي. وبيوعد دوك إن هو مش هيشوفه تاني ولا عنده نية إن هو يبلغ عنه، فبيوافق دوك. وتاني يوم بتوصل العصابة للبنك وبيقف بيبي في المكان اللي هيخرجوا منه وهيهربوا، وبيشوف واحدة ست بتقرب منه فبيحذرها بيبي بعينه إنها تبعد بسرعة، فبتقلق الست وبتجري تاني الظابط في نفس الوقت اللي بتخرج فيه العصابة بعد سرقة البنك. وبيقتل باتس الشرطة اللي بيقرب منهم. وقتها بيتصدم بيبي وبيتوتر وبينسى يتحرك بالعربية، ولما الكل بيصرخ فيه إنه هو يهرب بسرعة بيسوق بأقصى السرعة لقدام لحد ما بيخترق سيخ حديد كان موجود في عربية قصاده قلب باتس وبيموت. وبيخرجوا بسرعة من العربية وبيتعصب عليه بادي من اللي عمله، لكن دوكي بيكون مبسوط باللي عمله باتس وبيبدأ يهرب بعيد عنهم وعن الشرطة اللي كانت بتطارده. وبيتقابل من تاني مع بادي ومراته واللي كانوا هم كمان بيهربوا، لكن بتقدر الشرطة توصل لمرات بادي وبتقتلها بالرصاص وبتموت قدام عينه. أما بيبي فبيسرق عربية من عجوز كبيرة بعد ما بيديها شنطتها لنستها في العربية وبتأسف لها، وبيجري للبيت وبينقذ أبوه وبيديله كل الفلوس اللي كان محوشها من عملياته مع دوك، وبيتأسف له بيبي لأنه اتأذى بسببه، وبيوصله لدار مسنين وبيودعوا بيبي لآخر مرة بعد ما بيكون اطمن عليه. وبيقدر إن هو يهرب بسرعة قبل ما الشرطة توصله، وبيروح لديبي المطعم وهناك بيتفاجئ إن بادي قاعد مستنيه، وبيقول لبيبي بسببه شاف حبيبته بتموت قدام عينيه وإنه هيخليه يجرب نفس الإحساس. وقبل ما يحاول بادي إن هو يقتل ديبي بيدخل شرطة المطعم وبيسأل على الحمام، وبيستغل بيبي تشتيت بادي وبيضرب عليه نار وبيهرب مع ديبي. وبيروح بيبي لدوك وبيطلب منه مساعدته، لكن دوك بيرفض وبيقول له يمشي من هنا حالا، لكنه لما بيعرف ان بيبي مش لوحده وان معاه ديبي بيقرر يساعده. وقبل ما يمشي بياخد بيبي الشريط اللي فيه صوت امه وبيديله دوك شنطه فيها فلوس وبيقول له يمشي من المدينه تماما ويعيش حياه جديده مع ديبي، لانه عارف ان هو بيحب ديبي فعلا وبيتمنى انهم يعيشوا حياه طبيعيه. ولكن بيتفاجئوا برجاله من العصابه اللي قتلوها قدامهم، وبيقول له دوك يهرب وهو هيتعامل معاهم، وبيقدر دوك ان هو يقتلهم ولكن بعد ما بيتصاب. وبيوصل بادي المكان وقبل ما يقتلوا دوك بيضربوا بادي بالعربيه وبيقتلوا. وبيحاول بيبي وديبي انهم يهربوا قبل ما يوصل ليهم، ولكن بيتراجع بيبي عن قراره وبيقرر ان هو لازم ينهي كل اللي بيحصل وبعدها يبقى يهرب. وبيقدر بيبي ان هو يوقع بادي بعربيته من فوق المبنى، ولكن بادي بيكون قدر يخرج منها وبينقذ نفسه. وبيضرب رصاصتين جنب ودن بيبي لانه عارف ان عنده مشكله في السمع، وبيفقد بيبي السمع بشكل مؤقت. وبيقول له بادي ان اسوأ عقاب ليه ان هو يشوف حبيبته بتموت قدامه وهو حتى مش قادر يسمع صوت صراخها، لكن ديبي بتكون شجاعه وبتقاومه وبتقدر انها توقعه من فوق المبنى وتنهي حياته. وبيغمى على بيبي من شده الالم، وبيفوق بيبي وبيلاقي ديبي بتسوق جنبه بعد ما بيكونوا انتهوا من الكابوس اللي عاشوه ده، وبتقوله انها شغلت الشريط اللي فيه اغنيه امه وان صوتها حلو جدا، لكنهم بيلاقوا الشرطه قدامهم وبتأمرهم يسلموا نفسهم. وقبل ما تحاول ديبي تهرب بالعربيه بيوقفها بيبي وبيقول لها ان ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل، وبيودعها بيبي وبينزل يسلم نفسه. وفي محاكمه بيبي بيتفق كل الشهود ان هو كان طيب معاهم، زي العجوز اللي اتأسف لها ان هو سرق عربيتها وما اذاهاش، والست اللي حذرها انها تبعد والا هتموت. وبيتحكم على بيبي بالسجن 25 سنه، ولكن هيقضي منهم 5 سنين بس، وده بسبب حسن سلوكه اللي شاهد بالكل. وبيقضي بيبي وقته في السجن بكل هدوء وبدون مشاكل، وبتتواصل معاه ديبي طول فتره سجنه بالجوابات لحد ما بتنتهي فتره عقوبته. وبيخرج بيبي من السجن بيلاقي ديبي مستنياه ومعاها عربيه غاليه، وبيمشوا من المدينه وهم مشغلين مزيكا بصوت عالي جدا زي ما كانوا بيتمنوا من اول مره شافوا فيها بعض.